في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. في ليلة حالكة وسط قدسية مكة، وسط جمع من الحجاج، وقع حدث هز كل مسلم. في الوقت ده كانت الكعبة محاطة بناس بيتوافدوا من كل مكان، وفي وسط ما هم واقفين بخشوع قدام الكعبة بيهجم عليهم القرامطة بجيشهم. مين هم القرامطة؟ وازاي وصلوا الليلة دي؟ وايه اللي خلاهم يوصلوا لمكة ويعملوا عملة زي كده؟ القرامطة بينتموا للإسماعيلية، حركة شيعية بتجمع بين الفكر الديني والطموح الثوري. نشأت أفكارهم على يد حمدان بن الأشعث اللي لقب بقرمط بسبب هيئته ونمط حياته الغريب، لأنه كان قصير وعينيه كانت حادة. ابتدى يجمع حواليه موردين في الكوفة في حوالي سنة 273 هجريا. من كتر إيمانهم بأفكارهم بقت الحركة بتجذب الناس اللي كانوا بيعانوا من الظلم اللي انتشر في الدولة العباسية. كانوا بيؤمنوا بضرورة تحقيق العدالة، لكن بطريقتهم الغريبة، وكانوا بيفسروا الآيات والأحاديث بطريقة مخالفة تماما للمعاني التقليدية عشان يدعموا دعوتهم. ووصلوا لدرجة إنهم اعتبروا نفسهم منقذين الإسلام من الظلم والفساد. التحول من حركة دينية لحركة عسكرية حصل بسبب قوة تأثيرهم وثباتهم في وجه الدولة العباسية اللي كانت بتحارب أفكارهم. القرامطة قرروا ياخدوا قضيتهم بالسيف، وده اللي خلى تحركاتهم تمتد لخارج الكوفة وانتقلت لشرق الجزيرة العربية لحد ما سيطروا على أجزاء واسعة في البحرين واليمن. جيش القرامطة تحت قيادة أبو طاهر القرمطي اللي كان شاب مندفع طموح وقوي بدأ يستعد لهجوم خطير وغير مسبوق. في سنة 317 هجريا أبو طاهر بيجهز فرسانه ويجهز جنوده بكل أدواتهم ويتجه لمكة بحيلة إنه جاي يحج، لكن خطته كانت مختلفة تماما. أبو طاهر ما كانش شاب عادي، كان عنده ذكاء حربي عالي وكان بيستخدم العنف كجزء من رسالته. ولما وصل مكة استغل التجمع الكبير للحجاج وادعى النية الصافية، لكن فجأة بيعلن الحرب في وسط موسم الحج. الحجاج اللي جم للعبادة لقوا نفسهم في نص معركة دمية. القرامطة اقتحموا المسجد الحرام وبدأوا يهاجموا الحجاج بقسوة كأنهم في معركة حربية حقيقية، وقتلوا الآلاف بدون رحمة، وده كان صدمة للمسلمين وقتها. كان هجوم عنيف غير مسبوق. أبو طاهر وصل لحد إنه صعد على الكعبة وقال باستهزاء: هو في السماء وبيته في الأرض، متفاخر جدا بقدراته وكأن معركته ضد أعداء من البشر مش ضد المقدسات. أغرب لحظة في القصة كانت لما قرروا يقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وهو رمز مقدس لكل مسلم، ويمسكوا الحجر ويشيلوه من الكعبة. القرامطة ما اكتفوش بسرقة حجر الأسود، لأ، خدوه كمان لبلادهم في البحرين، وقالوا إن بعد الحجر عن الكعبة هو اللي هيقرب العالم للعدل اللي هم بيحلموا بيه. فضلت الكعبة بدون الحجر لمدة 22 سنة كاملة، وكانوا بيتباهوا باللي عملوه ده في كل مكان عادي. بعد سنين من المحاولات الدبلوماسية والضغوط رجع القرامطة الحجر الأسود، لكنهم رجعوه مكسور مش زي ما خدوه، وده أعتقد رمز لتحطم أفكارهم اللي كانت بتدعي تحقيق العدالة بالقوة والعنف. بعد الهجوم على مكة واستمرارية أفعالهم العنيفة بدأت قوة القرامطة تضعف، وتحولت من حركة قوية لدويلة بتواجه صراعات داخلية وضغوط من الفاطميين والعباسيين اللي استنزفوهم في معارك متتالية. نهايتهم كانت درس تاريخي لكل اللي حاول يستخدم العنف لتحقيق العدل. فضلوا في انهيار تدريجي لحد ما انهارت دولتهم وسقطت طموحاتهم بعد ما دمرتهم حروبهم الخاصة وصراعاتهم اللي ما خلتش ليهم أثر قوي بعدها. حكاية القرامطة وحادثة هجومهم على مكة فضلت محفورة في ذاكرة التاريخ الإسلامي، ورغم اللي عملوه رسالتهم الضالة خلصت، لكن ذكر أفعالهم وضررهم بيفضل تذكرة للتاريخ كله عن إزاي العنف والطموح الزايد ممكن يحطم مقدسات ويدمر كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.